احنا واصلين لمرحله يا دكتور ان التخن اخطر من الخمور والسجاير والمخدرات. عايز الحقيقه، انت لما بتشرب سيجاره بتضر الرئه، صحيح بتضر القلب لكن الرئه صح. لما بياخد المخدرات بيضر المخ، بيضر حاجه واحده. ممكن الحاجات التانية تستجيب مع الضرر، لكن هو بيضر الاساسي مين؟ المخ. لكن التخن للاسف هيضر كل دول وانس مره واحده كله مع بعض. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ انا لو انا هرقي التخن هرقيه لكده. ويمكن انا اعجبت بحركه الدوله في مليون صحه لما نزلوا قالوا احنا عايزين نشوف السمنه ما بين الاطفال. انت فاهم؟ ما هو الطفل ده لما يبقى سمين وهو صغنطط، انت فاهم، لما يكبر هيكبر على نفس العادات السيئه بتاعته. يبقى قابلني بقى، عرفنا نطخنه نخسسه. نخسسه دي يعني هنروح بقى نعمل الحاجات اللي انت شايفها دي كلها اللي احنا بنضدها دلوقتي. عشان كده فعلا الدوله راحت لمين؟ السمنه ما بين الاطفال. شوفوا الاطفال شكلها عامل ازاي، عاداتهم ازاي، نزلوهم يا جماعه يلعبوا رياضه، عودوهم على الصح. لا، انا لو انا هرقي التخن رقم واحد في الامراض كلها، لان هو سبب اصلا الامراض كلها.